وعادل هذا الرقم ووصل إلى 13 هدف وسجل أهدافه في التوقيت المناسب، لم يتأخر في ربع النهائي، لم يتأخر في نصف النهائي، لم يتأخر في المباراة النهائية، كان في الموعد، وبالتالي نعم. وقياسا على ما قدم مباراة اليوم أعتقد أنه واضح، لما تكسب بخماسية مقابل هدف في نهائي أعتقد أنها تعطيك التسيد وتعطيك. أعتقد أن العين استحق البطولة بشديد. ألف ألف مبروك. الإمارات ويعنينا ويعني كل العرب بلا شك. نعم مع التأكيد على دكتور على بأنه في نهائي بالفعل ولم يخيب التوقعات، تستمر الاحتفالات في مدينة العين في الملعب وخارجه. ارفعها الآن، نعم ارفع البطولة الثانية. مبروك مبروك لكرة الإمارات قبل أن يكون مبروك للعين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.